تخلف. شوف يحتفل. أنا أعلم علم اليقين إن الثلاثي هذا ما راح يجيه أي شيء، ما راح يجيه أي عقوبة، إنذار شفهي، إنذار خطي، ما راح يجيه. اليوم مباراة منتخب سعودي، الوطن كله فرحان، الجمهور اللي في المدرج كله عن بكرة أبيه أتى من أجل شعار المملكة العربية السعودية. قضية إنك ما تفرح مع الجمهور نكاية إن الفرحة هذه للنصر والنصراويين، لا، هذا تخلف فيك. بليهي شهراني كنو اللي فرح على استحياء. إن لم يحاسبون توقف هذه المحازن عند حدها، بتشوفها بكرة متطورة مع لعيبة كثير. وتقولي ليش شغف الجمهور السعودي قل عن حضور مباريات المنتخب؟ من هالعفانة اللي احنا نشوفها، من هالعفن اللي احنا جالسين نشوفه. لاعب يرتدي شعار المنتخب يتعامل كأنه في نادي، ما هو كأنه في المنتخب ولا كأنه يمثل وطن. أنا أعرف وأنت تعرف ما راح يجيهم شيء نهائيا. هذه زبدة الهرجة كلها، والله ما راح يجيهم شيء. وبتلقى إعلاميين يدافعون عنهم لسبب واحد، أنهم يلعبون لشعار النادي اللي هم يشجعونه. لو هالثلاثي يلعب لأي نادي آخر شنت عليهم أقلام الإعلاميين المتعصبين. لكن سمنا في دقيقنا يا عيال، خلوهم ياخذون راحتهم.